السلام عليكم. اليوم غادي نبارطاجي معكم هذه الكيكه الهماويه بواحد الطريقه سهله رائعه وزوينه بزاف، وانا متاكد هذه الكيكه الا تبعتوا معايا الوصفه لاخر الفيديو غادي تلصق لكم وتنجح لكم 100%. غادي ناخذ 4 ديال البيضات غادي نديرهم في الطراب، غادي نزيد السكر ديال سنيده ونطلع البيض ديالي مزيان 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 حتى يبيض ويعطيني هذا القوام هذا. غادي نخفض من الطراب ديالي ونزيد الزيت ونزيد الحليب شويه بشويه وانا كنخلط. غادي نزيد السكر ديال الفاني، غادي ناخذ الطحين ديالي اللي المقادير كامله غادي نخليها لكم تحت الفيديو، ونزيد الطحين شويه بشويه، ما نزيدوش دفعه وحده باش ما تتعلك لياش الخليط ديالي. غادي نزيد هنايا الخماره ديال الحلوى ونزيد واحد المعلقه ديال الخميره. انا هنايا درت التوت البري اولا البلو بيري. غادي ناخذ الاناء ديالي اللي دهنته بالزبده والطحين وغادي نخوي الاناء ديالي. غادي ندفعها للفران طيب لدرجه الحراره 170 لمده 45 دقيقه ونمشي نصوب لا كريم باتيسير ديالي. غادي ناخذ هنايا 3 ديال الصفر د البيض، نزيد عليهم السكر ديال سنيده ونزيد عليهم معلقه ديال النشا ونخلط مزيان. الحليب اللي سخنته وزدت عليه الفاني ونزيد نص ديال الحليب ونخلطو ونزيد النص الاخر نصفيه ونردو فوق البوطه حتى يعقد ليا. من بعد ما طابت الكيكه ديموليتها وسقيتها هنايا بشويه السيرو اللي درت فيه حتى هو شويه د الفاني. كندير لهم هنايا شويه د لا كريم باتيسير من بعد ما بردت ونزوقها بداك الشيء اللي بغيت. انا هنا درت التوت البري وشويه ديال الكوك، وراها كتجي هذه الكيكه رائعه وزوينه بزاف وعطيتها للوليدات حتى هما عطاوني الابروف ديالهم. وما بقى لي الا نقول لكم بالصحه والراحه، وما تنساونيش الا عجبتكم الوصفه سجلوها عندكم وبارطاجيوها.